السلام عليكم، أهلا بكم متابعي الكرام. بعث الدولي الجزائري السابق رفيق صيفي رسالة مشفرة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف، وعبر رفيق صيفي في حوار خص به قناة الهداف عن أمله في تقديم إضافة من جانب التسيير للكرة الجزائرية. وأوضح صيفي أن رسالته ليست موجهة لشخص بحد ذاته، بل للاتحادية ككل. وأضاف: يجب أن نكون أقوياء في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف، وأقوياء في علاقاتنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويرى نجم مولودية الجزائر سابقا أن الجزائر كانت في وقت من الأوقات قوية في المجال الكروي على الصعيد الإقليمي والدولي. وأضاف: الجزائر كانت لها كلمة في الفيفا والكاف، وكانت محمية خلال رئاستها من طرف محمد روراوة. وتساءل صيفي: لماذا لا يكون لنا مستقبلا رجل بصفات محمد روراوة يدعم الكرة الجزائرية في إفريقيا ثم دوليا؟ وأكد المتحدث أننا نحتاج رجالا تعمل في الخفاء وفي الميدان، كما أننا نحتاج إلى اسم في الاتحادية يدافع على المنتخب الوطني الجزائري.